السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن خوتنا الكرام. عندنا زوج مواضيع شيقة، غير ريحوا معنا في القناة باش تسمعوا مليح هاد المواضيع. الموضوع الثاني اللي راح نتكلم عليه هو عبد السلام وادو تاع المروك، اللاعب المغربي يكشف عن جمال بالماضي والجامعة الملكية المغربية، يكشف واحد الأمر. ريحوا معنا دوك تسمعوا خوتنا. والموضوع الأول الحمد لله الكاس والطاس. قضية اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان المغربي بعد صمت طويل. محكمة التحكيم الرياضية تقرر رسميا لا دات، وهضرت عدة أمور. ريحوا معنا نبداو بهذا الموضوع خاوتنا. نبداو به موضوع تاع اتحاد العاصمة اللي خدا كلام كبير والكاف تهدر والمواقع تاع المروك يخرجوا يهضروا انه الاقمصة فيني خلاص راح يلعبوا بهم. انتظروا قليلا ستسمعون أن الطاس ستخرج هذا اليوم بالقرارات النهائية، يعني لما تخرج كل قرارات الكاف ستسقط في الماء اللي قبلت لهم وكذا وكذا. تابعوا معنا. عاجل قضية اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان المغربي بعد صمت طويل. محكمة التحكيم الرياضية تقرر رسميا بعد عدة أشهر من عدم اليقين والصمت المحيط بالقضية بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي، اتخذت محكمة التحكيم الرياضية كاس أخيرا قرارا مهما. ومن المقرر عن جلسة استماع رسمية في 13 نوفمبر لسماع مختلف الأطراف المشاركة في هذا الصراع. وهذه الخطوة هامة إلى الأمام في هذا الشأن الذي يضم لاعبين بارزين في كرة القدم الإفريقية، وهم الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف، والاتحاد الجزائر ومن جهة الجامعة الملكية تاع المروك لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أيضا. وكذلك نادي نهضة بركان تاع المروك من جهة أخرى. خاوتنا هادو كاع راح يتلاقاو دوك في الطاس، بون يحطوهم أمام أمر الواقع. جيب تريكو هذاك وارواح وناقشني. يبدا يجبد هذاك التريكو اللي كان يفتخر به في لما راح اتحاد العاصمه وجبدوه وقال لك راح نلعبوا بهذا كما تما في بركان. زيد تجبدوا تما عندهم في المحكمه، محكمه في الكاس. اجبد لهم هذاك التريكو وقول لهم هذا مقبول. شوفوا شو يقولوا لك خاوتنا، شوف تما تعرف القرار الاخير تما اللي حيقابلوكم كاع. واعلنت المحكمه الرياضيه على موقعها الالكتروني رسميا عقد هذه الجلسه تحت عنوان جلسه كلوب اسما فاف دي 5 28 هذه 2024 كتبتها مآرس بركان افرام هذه اف كاف ار جي سي. هذه هي اللي دارتها، وكما راكم تشوفوا البيان هنا في الصوره من مقبل وانا حاطه باش اللي حاب يشوف. وستكون هذه الجلسه بمثابة نقطة تحول حاسمة في القضية التي استثمرت لعدة أشهر، مما أثر على العلاقات بين الناديين ولكن أيضا بين الاتحادين المعنيين. يعود أصل الصراع إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث رفض الاتحاد العاصمة خوض مباراة ضد نهضة بركان. وجاءت هذه المقاطعة في أعقاب جدل وحول قميص النادي تاع المروك الذي يعرض خريطة المروك بما في ذلك أراضي الصحراء الغربية، وهي منطقة تقع في قلب التوترات الجيوسياسية بين الجزائر والمروك. واعتبرت هذه البادرة بمثابة استفزاز من الجانب الجزائري، مما أدى إلى انسحاب الاتحاد الجزائر وعقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. دوك شوفوا شو حيصرى فيكم. وبالفعل تم تغريم اتحاد العاصمة من طرف بمبلغ 40,000 دولار من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لفرض رفضه لعب هذه المباراة. وسرعان ما اعترض النادي الجزائري على هذا القرار، معتقدا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يأخذ في اعتبار الدوافع السياسية وراء رفضه اللعب. وقد أثارت هذه العقوبة منذ ذلك الحين ردود فعل قوية بين أنصار الاتحاد الذين أعربوا عن رفضهم لما يعتبرونه ظلما. ولذلك فإن جلسة الاستماع في 13 نوفمبر ستكون حاسمة لتوضيح الوضع وتحديد مسؤوليات كل طرف. سيتم انتظار القرار النهائي للمحكمة التحكيم الرياضية بفارغ الصبر.
لأنه قد يكون له تأثير دائم على العلاقات الرياضية بين الجزائر والمروك. وكذلك مسابقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم المستقبلية، هاوليك البيان اللي خرجته هاوليك لو 13 2024 ان شاء الله نكونوا ملحيين 13 نوفمبر 2024 13 2024 هذه 10528 باف اند كلوب اسما الجي سي كاف اند فرايم اند ارس بركان راهي بالاصفر خاوتنا. هذيك هي لو 13 نوفمبر ان شاء الله لنا ملاقات تم باذن الله الرحمن، وتشوفوا باللي المحكمه الرياضيه ولن تقبل خرائط في قمصان او شيء مثل هذا المثيل، مثل ما صرا مع مبابي. قناع فقط دار علام، تقلبت الدنيا، قالوا له نحيه، داروا لك حل، دار علام تاع فرنسا تاع بلادو، قالوا له نحيه، عاود دار لك حل خاوتنا. يعني باي باي. الان الكاف في ورطه كبيره، موتسيبي، لقجع، مونغا والاخرون كلهم في ورطه لانهم داسوا على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. خاوتنا الكرام ان شاء الله اتحاد، ونزيد نقول واحد البلاطو قال له باللي خلاص هم قبلونا ودوك ما نطيحوا معاهم، نروحوا نسيروا ندو 6 نقاط، نسيروا دوك تدي 6 نقاط بزاف، زيدوا تابعوا معنا الموضوع الثاني على المغربي وادو اللي كان يكشف الواحد الجريدة او تلفزيون او راديو انجليزي، يكشف لهم شيء عن جمال بلماضي، الرجولة والشهامة على الجزائري جمال بلماضي. اسمعوا معنا خاوتنا. عبد السلام وادو يكشف هذا عن جمال بلماضي والجامعة الملكية المغربية. كشف عبد السلام وادو لقناة انفو سبورت عن خيبة امله تجاه الجامعة تاع المروك يعني المغربية لكرة القدم، والدعم الذي تلقاه من جمال بلماضي مما اثار ردود فعل متباينة في المروك يعني في المغرب، والجزائر يعني في الجزائر. طالب بالتدريب ترك دون اجابة. اسمعوا معنا خاوتنا هنايا باش تعرفوا باللي الجزائري والله غير شهم ما كاش كيما الجزائري هنا في شمال افريقيا كاع. اعرب عبد السلام وادو الذي كرس 14 عام من حياته المهنيه لمنتخب المروك عن استيائه من عدم استجابه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فيما يتعلق بطلبه للحصول على تدريب لمده اسبوعين للحصول على شهاده UEFA برو الضروريه لمسيرته التدريبيه. قال ببعض المرارة: لقد تواصلت مع الجامعة تاع المروك يعني المغربية لإجراء تدريب لمدة أسبوعين للحصول على شهادة UEFA برو، لكنني لم أتلقى أي رد من الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية الذي لعبت فيه 14 عام بكل قلبي وحب وشغف. عبد السلام وادو يكشف هذا عن جمال بلماضي، وأمام هذا الوضع قرر وادو البحث عن إمكانيات أخرى ووجد أذنا صاغية لدى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري آنذاك. وكشف بعد ذلك: تواصلت مع جمال بلماضي الذي عرض علي هذه الفرصة من أجل في الجزائر يعني في الجزائر، شاكرا المدرب الجزائري على مساعدته القيمة، حب مشترك للمغرب والجزائر. هكا كتب وادو. وعلى الرغم من الانتقادات التي تلقيتها بسبب دعمه الواضح للجزائر، أراد وادو إعادة تأكيد ارتباطه ببلده الأصلي، وأعلن: أنا عاشق للمغرب، في محاولة لتبديد أي غموض بالنسبة له، فإن إعجابه بالجزائر لا يشك في إخلاصه للمغرب الذي مثله بكل فخر لسنوات عديدة. خوتنا الكرام، وادو هذا اللاعب نعرفوه صاحب جمال بلماضي، وسمعنا واحد الوقت باللي هو جاي يكون معاه كونسي، هي لا هو يعاونوا باش يريح معاه وقيلا يومين ولا 2 سمانات ولا ماني عارف، باش يعطوا له الدبلوم ديالو يعني ستاج براتيك. هذا ما كان مع عيط المروك الجامعه تاع المروك تاع البالون، هذيك هما يقولوا الجامعه ماشي كيما حنا نقولوا الاتحاديه. الجامعه تاع المروك ما رجعولوش، قال قتلوه بالصمت. شاف جمال بلماضي فراها له. ليه جمال بلماضي فراها له؟ هنا يعني انه جمال بلماضي والجزائر صاغت لي
وساعدت وادو هذا اللاعب المحبوب عند الافريقيين كلهم. هذا شفاو له هذا اللاعب لاعب جيد. لقى جمال بلماضي الجزائري هو اللي عاونوا باش فرا كوارتورا ودوك مدرب يقدر يدرب فريق وطني ديالو ولا كاش فريق وطني اخر او فرق وطنيه اخرى. خوتنا الكرام هذه هي، قال لك الرجال ما تنساش الرجال، هذه هي حنا الشهم تاع الجزائري. هذه هي اللي حب يعرف شكون هو الجزائري يشوف هكا، يشوف كي واش دار بيبري جمال بلماضي واش دارت الجزائر، لانه جمال بلماضي عيط له والاتحاد الوطني الجزائري هذاك الوقت ثاني خلاه، يعني الجزائر قبلت باش هذا وادو يدير ستاج براتيك مع جمال بلماضي ودا الشهاده ديالو في ظل انه الجامعه ديالو تاع الملكيه تاع المروك تاع البالون تنساوها خاوتنا. حنا هذا واش كان عندنا في جعبتنا، نقول لكم شاركوا معنا في قناه عبدو سبور، فعلوا الجرس. سلام.